السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم حبيت اسوي معمول التمر مناسبة شهر رمضان الكريم ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. وهذه هي المكونات اللي راح احتاجها: طحين، بيض، بيكنج باودر، زيت، حليب، ملح، فانيلا، والتمر والزبد. وبالنسبة للبيض الزبد بدرجة حرارة الغرفة لازم يكونون. اما بالنسبة للتمر فبالبداية شوحت قليل من الطحين والزبد، وبعدين ضفت عليهم التمر، قلبتهم مع بعض لحد ما تحمر شوية التمر. بعدها ضفت عليهم قليل من حبة الحلوة المطحونة، وهذا الشيء اختياري اذا حابين تضيفوه او لا. واخر شيء وبعد ما بردت عندي تماما شكلتهم حتى تسهل علي طريقة العمل او تشكيل المعمول. وبالبداية فرغت القالب الزبد وراح اضيف عليه البيضة، وبعدها اضيف عليه الزيت والبيكنج باودر والفانيلا السائلة والملح. تقدرون تستبدلوه بالسكر حسب الرغبة. أنا ضفت الملح لأنه أحب العجينة تكون مالحة حتى تكسر حلى التمر. وهسه راح أخلطهم مع بعض لحد ما يصيرون عندي شبه كريمي، يعني قوامها كريمي. وعلى هذا الشكل انتهت مرحلة الخلاط، وحصلت على هذا القوام. تقريبا ظليت أخلط لمدة 3 دقائق. وهسه راح استخدم الملعقة. وهسه راح اضيف عليهم الحليب واخلطهم على هذا الشكل. وبعدها بديت اضيف الطحين بالتدريج مع التقليب المستمر. هذه الكمية اللي بقت عندي اضيفها كلها. ظليت اقلب لحد ما حصلت على هذا القوام. شوفوا شلون كلش ناعمة العجينة وطرية. وبعدها راح ابدي اشكلهم، وهنا راح استخدم قبغ المعصارة، معصارة الفواكه او معصارة الليمون، واستخدمها كقالب للمعمول. بعدها اخذت قطعة وبديت اكورها على هذا الشكل، راح اخلي بداخلها التمر واسدها، وارجع اكورها مرة ثانية واحاول اسويها على شكل طولاني تقريبا حتى توالم القالب. اضغط عليها على هذا الشيء بالكيس، بعدين ارجع افتحها حتى اطلعها، وعلى هذا الشكل تطلع عندي. راح اخليها بصينية الشوي. وعلى هذا الشكل كملت تشكيلهم. راح ادخلهم الفرن على درجة حرارة 250 تقريبا، ومع المراقبة المستمرة حتى لا تحترق عندكم، لانه بسرعة تستوي. لحد ما تشوفوها تتحمر عندكم تشغلون الجو بالبداية، وبعدين تشغلون فوق. مجرد احمرار بسيط من فوق تطفون عليها النار. على هذا الشكل طلعت المعمولة من الفرن. شوفوا شلون تحمرت عندي. راح اقطع لكم واحدة بالنص حتى تشوفوها شلون هشة. أنا ما تحملت، ضقت من عندها شوية. طعمها كلش طيب وخفيفة تذوب بالفم، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وبعدها على هذا الشكل قدمتهم مع رشة قليلة من سكر البودر، وإن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. وألف ألف عافية مقدما. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك والاشتراك بالقناة، وإلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله.